بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تورته نص ونص بالسبونش البيتي باسهل طريقه. هيطلع معاكي يعني بطريقه مضمونه ان شاء الله. وجربوا الطريقه بتاع السبونش البيتي دي وهتعجبكم قوي. وما تنسوش اللايك بقى وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. وقبل ما نبدا وصفتنا كده نبدا كده بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنحط كده 4 بيضات في العجان، ونص كوبايه سكر، ومعلقه فانيليا، ومعلقه صغيره ملانه محسن كيك جيل، وكوبايه ونص وكوبايه ونص دقيق، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وننخلهم كويس او بالشكل ده كده. وهنضيف عليهم نص كوبايه ميه. المحسن جامد شويه معايا عشان كان في الفريزر. ضربتهم بقى في العجان لما يوصل للقوام ده حوالي 7 دقايق. وبعدين احطهم بقى في حله او صينيه عاليه مقاس 24. الحله دي مقاس 24. حطيت كده ورقه زبده في القاع كده بتاع الصينيه او في الحله، وحطيتها بالشكل ده كده. تحط في الحله عادي مفيش مشكله خالص، طالما حله ألمونيا مفيش اي مشكله خالص. وما دهنتش الجوانب بتاع الحله اي حاجه. هدخلها بقى في الفرن لما تستوي. بخلط بقى شيش طاووق الاول قبل ما ادخلها الفرن. امشيها كده في الحله من جوه عشان ما يبقاش فيها فراغ. دخلتها بقى الفرن لمده ساعه الا ربع، من ساعه لربع ساعه على حسب ما تستوي او على حسب الفرن بتاعك. انا كانت قريبه من الشوايه شويه فخدت اتلسعت كده من فوق شويه، بس مش مشكله، انا كده كده بقشر الكيك كله من فوق. طلعت بقى بالشكل ده كده. طلعتها غطيتها بفوطه وسبتها تبرد تماما. والافضل تعمليها قبلها بيوم وتعملي فيها تاني يوم. انا هقشر بقى الوش كله كده بالشكل ده كده. انا الوش مش لازم لي في حاجه، المهم ان الكيك ما يهبطش، يعني تلهف مني كده شويه مفيش مشكله خالص. بالمنشار بقى كده على رقم 9 هنقطعه بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك الاسبونش من جوه عامل ازاي؟ احسن من الاسبونش البيتي كمان. شايفين؟ تحفه بجد. هيطلع معانا 4 طبقات كيك بالشكل ده كده على رقم 9، مش على أقل من 9 كمان، على رقم 9 هيطلع معايا 4 طبقات. شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ تحفة بجد. شايفين؟ ربنا يبارك يا رب ويحسن ما بين ايديكم جميعا. هنحط بقى كده. انا عملت نفس المقدار ده سبونش شوكولاتة، لان انا عايزة الكيك نص ونص. انا كنت هعمل في اليوم ده كيكتين، فانا عملت كيكه فانيليا وكيكه شوكولاته. كيك الشوكولاته نفس المقادير بالظبط اللي عملناها، بس شلنا معلقه كبيره من الدقيق وحطينا معلقه كبيره من الكاكاو الخام. تمام. عملتها برضو بنفس الطريقة وبنفس كل حاجة، ودخلتها بقى الفرن وقطعتها. خدت نصها، قسمت نص الكيك بالشكل ده كده عشان اعملها نص ونص. تمام. وانا هعمل كده كده الكيك الكيك 3 طبقات، بس انا ما بعملش الكيك 4 طبقات. وهشيل كمان هيتبقى معايا طبقة من الكيكة دي وطبقة من الكيكة دي زيادة كمان. ما شاء الله الخليط ده جميل جدا، وجربوه على ضمانتي. اكتبوا لي في التعليقات اللي يجربوا يقول لي طلع معاه عامل ايه. ان شاء الله هيبقى جميل جدا باذن الله. ضربت بقى كده كوبايه ونص كريم شانتيه، عليها كوبايتين ميه فيها تلج، عليها ربع كوبايه سكر او تلت كوبايه سكر، يعني اقل من نص شويه او على حسب انت بتحبيه من السكر ازاي. ومعلقتين كبار كريمه بسر، ونضربهم في العجان لما القوام يعلى كده كويس. وبعدين لو عايزه بقى نص الكريمه شوكولاته هنحوش نص الكريمه ونحط عليها معلقه جناش او معلقه كاكاو خام. وهنحط بقى كل الطبقات بالشكل ده كده، ونسقي الكيك بسيرب خفيف في كل طبقه نعملها. تمام. انا كده خلصت كله. والحشو بقى عايزين تحملوا جيلو كراميل اسمه ايه ده. والحشو انا حطيت في نص الفانيليا جيلو فراوله. مش حابه تحط حاجه مفيش مشكله. وهنجلس برضو الكيك بالشكل ده كده، الفانيليا بالفانيليا والشوكولاته بكريمه الشوكولاته. لو عايزه تعمليها كلها بكريمه فانيليا مفيش مشكله خالص. هنجلس بقى النص الابيض الاول، وبعدين هنجلس النص الشوكولاته بالسكينه بقى كده، او الترانش او السكرابر او اي حاجه عندك تعرفي تجلسي بيها. جلسي بقى الكيك كويس قوي كده وما نخلص النص ده هندخل على النص الشوكولاته نظبطه برضو بالشكل ده كده. انا كده خلصت النصين عشان ما اطولش عليكم. هقسم بقى الكيك بالنص او على حسب الشكل اللي انت عايزه تعمليه. انا كنت حابه اعمله شكل الدمعه، يعني ان هو يبقى كده مدور شويه، بس مش عارفه الشكل باين بعد التزيين معاك ولا لا. يعني ان هو يبقى مموج كده، ما يبقاش نص ونص مظبوطين. على داير بقى التورته كله بجناش كده شوكولاته، حطيته في كيس كده وخرمت خرم صغير، وعملت دريبات على داير التورته كلها بالشكل ده كده.
تمام تمام يا حلوين. ونص الشوكولاته بقى هنحط برضو من نفس الجناش. ان شاء الله لو عايزين جناش الشوكولاته اكتبوا لي في التعليقات وهكتبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، او لو عايزين اعمله فيديو عملي اعمله لكم. اللي عاوز يعني الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله بفيديو، او اكتبه لكم في صندوق الوصف. تمام. انا عملت الشكل اللي هو الجناش بالشكل ده كده، وهعمل بقى نص الكريمه بالكريمه بالشكل ده كده. تمام تمام تمام. هنقسم برضو الكيك من النص. هو طلع معانا شكل الدمعة بس ما الفاكهة اتحطت الدمعة ما بنتش. حطيت بقى على نص الشوكولاتة ده، لفيتها كده بمربى حليب وكتبت الاسم المطلوب. والنص ده هحط عليه بقى فاكهة مقطعة كده، تفاح طرنشات. وكان عندي برضو مانجا مفرزاها طلعتها كده واستخدمتها. انا كنت عيناها متقطعة، يعني كنت عاينة كده كمية متقطعة عشان لو احتجتها في الشغل ده. تمام. وطالما بقى حطينا فاكهة لازم نلمع كده بجيلة الماء على طول عشان التفاح بيسود بسرعة. بجيلة الماء على البارد. وبفرشة بقى كده، انا حطيت من الكيس على طول، وبفرشة بقى نلمعه كويس. انا هعمل بقى الشكل التفاحة اللي انا بعمل فيها في الجنب دي، وتاخدوا بالكم. انا قطعت كده ربع تفاحة وعملتها طرنشات واعملها بالشكل ده كده. شايفين انا بعمل ازاي؟ بطلع الطرف اللي في النص بطلعه قدام وبشد الجوانب الجهة دي كده شوية، وحطيته بقى في النص بالشكل ده كده. انا مسرعتش الفيديو في المقطع ده عشان يبقى واضح معاكم. وهعمل بقى اللي هو الجناح العصفورة ده. انا بحاول اجيبه قدام الكاميرا بس مش واخده بالي، ما جاش قوي قدام الكاميرا. يعني عملته بالشكل ده كده ومحتاره احطه فين. بالشكل ده كده. وهلمع برضو على طول بجيلي تلميع عشان الفاكهه لونها بيغير بسرعه. وفي نوع تفاح كده مجرد ما بتقطعيه لونه بيغمق بسرعه. المانجا بقى لفتها كده على بعضها يبقى شكل الوردة كده، لفت الشريحة على بعضها زي ما انا بعمل كده في الفيديو. بتدي يعني ايه شكل وردة صغيرة كده. وحطيتها بقى في النص بالشكل ده كده. التزيين بقى حسب الفاكهة الموجودة عندك. إيه ممكن تعملي اشكال كتير قوي من الفاكهة، بس هي دي الفاكهة اللي كانت موجودة عندي وقتها يعني. إيه فقلت نعمل منها شكل حلو كده. وانا كده خلصتها بالشكل ده، يا رب تعجبكم. ولفت بقى داير التورته من تحت كده بال بالبندق المبشور او البندق المكسر يعني. وطلعت بالجمال ده، يا رب تعجبكم. وكسرت اللون كده بكريز اخضر. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، عجبكم ولا ايه؟ وما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه اللي لسه مشتركش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. ولو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم او اعملها لكم في فيديو مخصوص. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وطريقه الاسبونج تكون عجبتكم. واستنوني فيديو جاي ان شاء الله. سلام عليكم.